ابنك هيدخل ثانوي بمجموع كام السنة دي؟ تنسيق الثانوية العامة 2025 بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية رسميا في 8 محافظات. اعرف فرص القبول ودرجات كل محافظة. نتيجة الشهادة الإعدادية بمجرد أن تم إعلانها في 8 محافظات من بينها القاهرة والجيزة واسكندرية، بدأ أولياء الأمور والطلاب سباقا محموما لفك شفرة تنسيق الثانوية العامة 2025، خاصة مع وجود فرق واضح في نسب النجاح بين المحافظات مقارنة بالعام الماضي، وهو ما قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في درجات القبول للصف الأول الثانوي هذا العام. ووفقا لما أعلنته مديريات التعليم، فإن تنسيق الثانوية العامة 2025 هيعتمد على 3 معايير رئيسية، هي نسبة النجاح العامة داخل المحافظة، والمجموع التكراري لدرجات الطلاب، والسعة الاستيعابية لمدارس الثانوية في كل محافظة. طيب هنبص بصة سريعة على درجات القبول المتوقعة في تنسيق الثانوية العامة ل 2025 بناء على نسب النجاح المعلنة. القاهرة من المتوقع أن يتراوح التنسيق ما بين 215 درجة ل 220 درجة مقارنة ب 232 السنة اللي فاتت. أما محافظة الجيزة فالمتوقع أن يتراوح تنسيق الثانوي ما بين 225 وحتى 230 درجة، وده ارتفاع طفيف عن تنسيق السنة اللي فاتت. أما محافظة الإسكندرية فمن المتوقع أنه يكون ما بين 220 إلى 225 درجة، وده انخفاض بسيط عن السنة اللي فاتت. أما محافظة بني سويف فمن المتوقع أنه يكون ما بين 228 درجة ل 230 درجة. محافظة الدقهلية هو بقى اللي هيبقى فيها لعب شوية، من المتوقع ان الثانوي ياخد من 190 ل 195 درجة بس، بسبب انخفاض واضح في نسبة النجاح. طبعا السنة اللي فاتت كان المجموع وصل ل 242 درجة. أما محافظة بورسعيد فالتوقعات تشير إلى بقاء التنسيق عند مستوى 249 درجة. محافظة الوادي الجديد بيتراوح التنسيق فيها ما بين 180 إلى 220 درجة حسب الإدارة التعليمية. أما جنوب سيناء فانخفاض كبير في الحد الأدنى، من المتوقع إلى 160 و 180 درجة. طيب أعلنت كمان وزارة التربية والتعليم عن استمرار العمل بفصول الخدمات، واللي بتسمح بقبول طلاب بتقل درجاتهم عن الحد الأدنى بنحو ما بين 30 و 40 درجة. كما أن المدارس الثانوية الخاصة بتقبل الطلاب بفارق يتراوح ما بين 50 ل 70 درجة عند التنسيق الرسمي للثانوي العام، وهذا يعني أن طلابا حصلوا على مجموع ما بين 160 و 180 درجة قد يتمكنون من القيد بفصول الخدمات أو المدارس الخاصة، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية. طبعا من المتوقع أن من 10 يوليو القادم هيتم الإعلان عن الحد الأدنى الرسمي للقبول في كل محافظة، ومن يوم 15 ليوم 25 هيفتحوا باب تعديل الرغبات للمرحلة الثانية، وفي أول أغسطس هيتم تقديم الملفات الورقية في المدارس.